اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا هعمل معاكم حاجة حلوة سريعة جدا، مش بتاخد نص ساعة واقل كمان. يلا بينا، هنعمل بانكيك زي ما انتم شايفين. المقادير بتاعته سهلة جدا وبسيطة وكلها مكونات موجودة في البيت، مش هتجيبي حاجة طبعا من بره. اول حاجة هنا معايا كوباية حليب كامل الدسم او ممكن خالي الدسم زي ما انتم حابين. معايا كوبايتين دقيق، معايا نص كوباية زبدة او سمنه زي ما انتم حابين، بس الزبده افضل، زبده صفرا افضل طبعا. ومعايا بيضتين، ومعايا 4 معالق سكر كبار او نص كوبايه سكر، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعايا رشه ملح صغيره ربع معلقه صغيره، ومعايا هنا معلقه خل. معلقه خل صغيره. معلقه الخل دي انا هحطها على اللبن ويكون دافي شويه علشان اروب اللبن. ترويب اللبن ده مش هياخد وقت بالخل، يعني شويه كده على ما اضرب او البيض واجهز المكونات التانية بتاعتي قبل ما احط اللبن هلاقيه راب على طول. اول حاجه هجيب بوله واحط فيها البيض واحط عليه الفانيليا. عايزين عندكم فانيليا سايله تحطوا نص معلقه صغيره، يا اما البواكي دي انا حطيت 2 علشان تبقى ريحتها حلوه، يبقى ريحه الفانيليا قوي فيها وحلو. ضربت البيض، بعد كده هضرب معاه السكر، ممكن مضرب كهربائي مضرب يدوي زي ما انتوا حابين، مش هيفرق قوي. انت اضربه كويس جدا اهم حاجه. عملت البيض الاول، بعد كده حطيت عليه السكر، بعد كده نزلت عليه بالزبده. بعد ما حطيت الزبده هحط اللبن. اللبن طبعا ما تكتلش، اللي هو رو بيتكتل يعني، بس عمل تكتلات بسيطه قوي، فبرضه شغال مفيش مشكله، بس الافضل ان هو يكون باللبن الرايب. بعد ما حطيت المكونات ضربتها كلها مع بعض، بحط على دي البيكنج باودر بتاعي وذره الملح وبنزل بيهم على السائل اللي انا عملته زي ما انتم شايفين كده. شكلها حلو جدا، عايزه اقول لكم ريحه جميله قوي. اضربوا البيض كويس جدا، سواء حتى بمضرب كهربائي او يدوي، واضربوا كويس جدا قبل ما تضيفوا عليه باقي المكونات. بعد كده جبت الجريل عندي او الطاسه، اي طاسه عندك جريل اي حاجه، وجيبي الكبشه بتاعتك المغرفه وحطي بقى ايه شويه شويه صغيرين لحد ما تعملي الدايره في الحجم اللي انت عايزاه. طبعا هي طالعه معايا واحده كبيره شويه واحده صغيره شويه، مش كله مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. ما بتاخدش وقت على النار، تكونوا مهديين النار، مش مهديينها بطيئه قوي، تكون النار ولا وسط، اقل من الوسط. واول ما تدي اللون ده زي ما انتم شايفين، ما تبقاش كمان متحمره قوي كده، يعني ايه يا دوبك تدي اللون اللي انتوا شايفينه ده في ابيض كده زي ما انتوا شايفين بس. وتقلبوها على الناحيه التانية، ما بتاخدش لون، ناحيه واحده بس بتاخد اللون، وبتقلبوها على الناحيه التانية، وبعدين بنشيلها على طول من على النار. الكوبايتين دي عملوا الكميه دي كلها، كميه كبيره طبعا. تقدموها بقى زي ما انتوا عايزين. انا وقتها كان عندي بس العسل والزبده، فانتوا بتحطوها كده وتحطوا عليها الزبده من فوق وشويه عسل. عندك صوص كراميل، صوص توت، شوكولاته، نوتيلا، اي حاجه عندكم في البيت تقدروا تحطوها وتعمليها بكذا طعم. بتبقى حلوه جدا جدا، وبتعجب طبعا الاطفال قوي، والكبار كمان بيحبوها. حلوة سريعة، وتقدري تعمليها لو جالك ضيوف فجأة كده، فتقومي تعمليها على طول، مش بتاخد وقت خالص. بألف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.